السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قانون كرة القدم، نشرحه كده شرح مبسط بالنسبة لإخواتنا في الحكام الجدد اللي هتدخل الدفعة الجديدة، وبالنسبة للناس اللي بتتفرج، المشجعين واللاعبين والمدربين. القانون يا جماعة علم، ما هوش أنا لعبت كورة ففاهم، لا لا لا، كلنا لعبنا كورة وكلنا فاهمين وكلنا، لكن القانون علم زيه زي أي علم. زي الكورة، ما الكورة مع علم، زي التدريب مع علم، زي الطب مع علم، هو ده برضه علم. وإنك تفتح كتاب القانون بس، أو يبقى معاك أو تنزله من على الموقع الرسمي للفيفا. لأ، في يا جماعة مصطلحات عندنا محاضرين، زي ما بيقولوا كده بيفصصوا النص، يعني زي ما بيقولوا كده النص بيحتاج شرح. أنا ممكن أجيب لك كلمتين دلوقتي جوه النص، جوه القانون نصا مش تفهم. تمام. فهو علم. بنتفاجئ بقى بكم كم تعليقات مثلا على فيديو خاصة بحالة خاصة، مثلا بحاجة أوروبية خاصة بمصر، أهلي وزمالك، خاصة بالأندية الشعبية سواء جوا مصر أو برا مصر. كمية تعليقات غير علمية، فظيعة يعني، غير عادية. الناس بتقول حاجات انت كحكم بتستغرب الناس دي جابت الحاجة دي منين. لا، وبيتكلم ويشرح اللي في التعليقات يعني. تلاقي حالة زي مثال مثلا، كان في حالة في ماتش الأهلي تقريبا هو المصري، الحالة دي. تمام. الحالة دي. تمام. هنقف هنا كده. الحالة دي اتحسب تسلل على بن شرقي، اتحسب التسلل على بن شرقي. فطبعا التعليقات بقى ايه؟ يقول له اصل وسام، تعليقات بقى اصل وسام رفع رجليه فوق الولد، فوق اللاعب. لا، اصل وسام شتم الولد. التاني يقول لك لا، اصل القانون الجديد بيقول آه لو اي لاعب رفعوا رجليهم والتاني كان فوق رجله والتاني ما عرفش يلعب الكوره فيبقى فاول، ركله حر. ايه يا جماعه، ايه الكلام، انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ لا، هي الكوره دي اتحسبت تسلل على بن شرقي. اتحسب التسلل ازاي؟ طيب، اتحسب التسلل لان بن شرقي اثناء اللمس الاولاني بتاع وسام اللي هو بالدماغ الاولانيه دي، كان بن شرقي تسلل. تمام. طيب، ما انت هتقولي اللاعب المصري هنا مثلا لمس الكوره، يعني هي طالعه هنا من رجل اللاعب المصري اللي هو الباك اليمين ده. اه، هو لعب الباك اليمين، هو اللي لعب فعلا، بس ما لعبش بأريحية، ما لعبش لعب متعمد. تمام. بتتسمى بقى في القانون كذا حاجة، في انحراف، في ارتداد، في لعب غير متعمد، يعني ما لعبش بأريحية. في كذا حاجة في القانون، في الحتة دي، في البنود دي. فانت استغربت ان اصلا لو انت مثلا شفت الفيديو بتاع البتاع هتلاقي 1000 تعليق، 990 كاتبين حاجات غريبة. لا، وكل واحد واخد واحد بيشرح له في الكومنت بتاعه، واخد شوية يقول له ازاي دي، يقول له اصل انا عارف وفاهم وقرأت وعمل. لا، هي دي تسلل على بن شرقي. تسلل صحيح، تسلل صحيح طبعا. غريب شوية وبالشعر وكده، بس تسلل صحيح. هنتكلم فيها ونشرح حاجة حاجة، بس بندي مثلا أمثلة يعني. مثلا حالة زي كده، مثلا بتاعت يوقف وسط العاصفة وفي الدقيقة السادسة عشرة الكرة دي. لمسة يد طبعا لفالفيردي. الدنيا اتقلبت عليها وازاي، والكرة دي متحسبش ازاي، ده ايده. دي قانونا ونصا ان هنا اليد اسمها يد داعمة للجسم. يعني ايه يد داعمة للجسم؟ يعني هو الوضع التشريحي بتاع التاكل بتاعه، تاكلينج زي ما بنقول عليه، هو لازم ايده تكون عمودية، بس بشرط ان تكون الايد عمودية على الارض، يا راحة للأرض يا إما عمودية وثابتة. وهنا فعلا اليد جائزة عمودية. المدرجات، وهتلاقي برشلونة يصرف ضربة هنا جزاء نشوفها لكن الأول. الحكم أدار ظهره. وماذا قال خبراء التحكيم؟ قرار صحيح، فاليد داعمة للأرض. تمام. الفيفا نزلت الحالة، وقالت إن دعمت قرار الحكم فيها يعني. قرارات زي كتير زي كده بقى، يعني بتلاقي بقى كمية تعليقات. يعني لو دخلنا على التعليقات هنا مثلا، هتلاقي ناس بتقول أيلا ظلم، أهو بص، هكذا كانت الريال، المستحيل يخسر، مش عارف عمل المستحيل، الحكم فعل المستحيل لكي تفوز الريال. احنا ملناش دعوة بالريال او لا، احنا لنا دعوة بحال. برشلونة بتتظلم كتير قدام الريال، والريال بيتظلم كتير قدام برشلونة.
ده طبيعي لان هو جزء من اللعبة. هي المشكلة بقى في النصوص دي. المشكلة ان هو مش فاهم وهو مقتنع جت في ايده. وتلاقي واحد مثلا ما قبله يعني يقول لك يا كابتن هي دي ايه، هي دي ركلة جزاء ولا لا؟ فتقول له لا مش ركلة جزاء. يقول لك يا كابتن القانون الجديد بيقول كده. هو بيتكلم بنفس المنطق ونفس الثقة اللي هو بيتكلم بيها كده. يقول لك يا كابتن القانون الجديد بيقول ان اي لمسة جوه ضرب جوه منطقة الجزاء بتتحسب ركلة جزاء. فتقول له مين اللي قال لك؟ يقول لك يا كابتن راجع القانون. راجع القانون. لذلك تقول له خلاص ماشي تمام، بتحاول تفهمه، ممكن ما يفهمش، ممكن يجادل او كده. آه، لكن هو بيبقى نابع من انتماء يعني. الفكرة يا جماعة مش موضوع انتماء او موضوع. انت لو فهمت هتريح نفسك. هتريح نفسك لان قانون كرة القدم والظلم ده بيعمل لنا احنا مشاكل في حياتنا. اللي متجوز وتلاقيه بيزعق على اولاده مش ضرب جزاء يا حكم يا ابني اللي مش عارف ايه كده. لا هي ما بتبقاش كده. هو بيبقى نص. انت لو فهمت النص هتبقى مرتاح اصلا. يعني اول ما الكرة تتعمل قدامك، الحالة تيجي قدامك ويقول لك هي دي ايه، هتلاقيك بتشوفها يقول لا دي ما فيهاش حاجة. ليه؟ اصل والله اليد داعمة. اصل والله ال حصل لمس الكرة قبل الاحتكاك. لا والله ده تنافس طبيعي. دي قوة ضئيلة. لا دي تستحق انذار بس لانه لعب بتهور. لا ده لعب باستخدام قوة زايدة. لا ده لعب بإهمال بس فإذا مفيش كارت. فهتبقى مرتاح انت. فالنهارده ان شاء الله نبدأ اول كده. آه، اول مادة من القانون هي مادة بسيطة كده شوية. تمام. بتتكلم عن ابعاد الملعب. طبعا هنبدأ من الاول. في ناس مش تستفاد من الحاجات الاولى دي. آه، بس يعني ايه عشان زمايلنا اللي داخلين الدفعة الجديدة بيجي لهم أسئلة في الحاجات دي. وانت برضو انك تتفرج وتبقى عارف ابعاد الملعب ودي قد ايه ودي مش قد ايه، والمسافة القانونية للركلات قد ايه، منطقة الجزاء دي قد ايه. طب والمنطقة الفنية. طب هو الحكم لما يبقى في ركلة ركنية ويرجع اللاعب اللي وراه، اللي هو لاعب بينفذ في لاعب منافس واقف قدامه، ليه بيرجعه؟ طب وبيرجعه قد ايه؟ الحاجات دي كلها هنشوفها دلوقتي ونعرف. فهو ده الملعب زي ما احنا شايفين كده. تمام. هنيجي نصا هنا كل حاجة موجودة في القانون. هنجيب المادة اللي هي بتاعت أبعاد الملعب أو ميدان اللعب. هنا بيقول الأرضية إن هي ممكن تكون عشب طبيعي أو صناعي. تمام. دي احنا عارفينها دي وأكيد كله بيشوف يعني ملاعب طبيعية وصناعية يعني. طيب عايزين نشوف أبعاد الملعب. أبعاد الملعب زي ما احنا شايفين كده. العرض ده اللي هو اللي هو بيبقى على شكل مستطيل طبعا. العرض ده بيبقى من 45 متر ل90 حد أقصى. من 45 ل90 كله اللي هو اسمه خط المرمى، اللي هو من الركنية دي للركنية دي. طب والخط الطويل اللي هو خط التماس ده بيبقى من 90 ل120 حد أقصى. يعني حد أقصى 120 متر. هتلاقيه برضو نصا موجود اهو. الحد الأدنى 90 ل120. الحد الأدنى هنا لخط المرمى 45 ل90. في أبعاد مباريات دولية اللي هي ملاعب كبيرة شوية هتلاقيها برضو في نفس الرينج اللي احنا قلنا عليه من 90 ل120. هتلاقي هنا بيقولك 100 ل110. ومن هنا برضو من خمسة يعني مش هيتعدى الحد الأقصى ما تقلقش. طيب عايزين نشوف ايه تاني. عايزين نشوف مثلا دايرة المنتصف دي بتترسم ازاي. هي بتترسم وخلاص ولا ليها أبعاد؟ لا ليها أبعاد. اللي هي كام؟ اللي هي 9 متر وربع، اللي هي ال10 ياردة زي ما احنا بنقول. بيبقى برجل كده دايرة نص قطرها 9 متر وربع اللي هما ال10 ياردة. طب موجودة نصا قانون؟ موجود اهي. اهي نص القطر بتاعها 9 متر و15 اللي هو ال10 ياردة. هي دي برجل كده وبترسم دايرة نص قطرها. طيب الأبعاد. أبعاد المنطقة اللي هي منطقة الجزاء أو زي ما بنقول ال18. أو نيجي نمشيها حدود كده. طيب قوس الراية الركنية دي اللي هو بيحط عليه الكورة بيترسم وخلاص. يعني هو بيرسمه كده بيروح جاي رسمه وخلاص اللي هو ده. لا ده ليه أبعاد. ده بيبقى 1 متر برضو دايرة. لو في برجل كده تروح عاملها كده عامل قايس 1 متر من البرجل وعامل قوس. يحق للاعب اللي هينفذ انه يحط الكرة في اي حتة من المتر ده. حتى لو هيحطها هنا اهم حاجة تكون لامسة الخط. حتى لو حط الكرة كلها بره بس في لا في سنتي لامس الخط العب ما فيهاش مشكلة. بس لازم في
جزء من الكرة لمس الخط، حتى لو 1 سنتي من الكرة يحق ان هو يلعب، دي بيبقى 1 متر. تمام. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا مثلا، خلاص قلنا الراية الركنية، منطقة اللي هي منطقة الجزاء او ال18 زي ما احنا بنقول. طب نرسمها ازاي منطقة الجزاء دي؟ بلاش نرسمها ازاي عشان ما نتوهش وكده. طيب هي منطقة الجزاء كلها بتبقى اللي هي دي، بتبقى 16 متر ونص. يعني دي كده 16 متر ونص من هنا لهنا. خلي بالك انا لما باجي اقيس بقيس من بره، بقيس من الخط من بره، مش بقيس من جوه. يعني ما ينفعش اقيس من هنا، لا اقيس من الحتة دي. تمام. الخط ده عموما اللي هو الابيض ده بيبقى حوالي 12 سنتي. الخط ده بيبقى عرضه الابيض ده بيبقى حوالي 12 سنتي، اللي هو الهون، اللي هو ده، اللي هو الحاج بيرسمه ده بيبقى 12 سنتي، وبيبقى متساوي كله، ما ينفعش اعمل واحد قد كده وواحد قد كده. تمام. دي بتبقى قد ايه زي ما احنا قلنا؟ بتبقى 16 متر وربع، اللي هو منطقة ال 18. طب ليه بنقول عليها منطقة 18 وهي 16 متر وربع؟ لأن هي 18 يارد. ال 16 متر وربع دول بيبقوا 18 يارد. 16 متر و15 سنتي بالظبط بيبقوا 18 يارد. فعشان كده بنقول عليها منطقة ال 18. طيب منطقة المرمى، منطقة اللي هي المرمى، اللي هي ركلة المرمى، بتبقى قد ايه؟ بتبقى من هنا لهنا كده 5 متر ونص، من هنا لهنا، اللي هما بيقولوا ال6 ياردة، منطقة ال6. كان عصام الشوالي بيقول لك 5 أمتار و50. هي دي ال5 متر ونص بيعملوا 6 ياردة، احنا بنقول عليها منطقة ال6. تمام. منطقة ال6 هي دي بتترسم ازاي بالظبط؟ بتاخد كلها مقاسات واحدة. يعني من هنا من العارضة للخط ده 5 متر ونص، ومن العارضة للخط ده 5 متر ونص، وتطلع 5 متر ونص، وتروح شادد خط كده عليهم من الاتنين، خط عمودي عليهم. تمام. طيب ركلة الجزاء بتبقى قد ايه؟ ركلة الجزاء بتبقى من هنا كده، يعني من هنا من المنطقة دي لجوه الخط ده 11 متر. بتبقى 11 متر. تمام. طيب اللي بيبقوا بره القوس ده، القوس ده معمول عشان يبقى كل اللاعبين اللي واقفين على بعد 10 ياردة من الكرة. يعني الكرة دي من منطقة الجزاء بتلاقي الحكم بيرجع بره القوس ده. تمام. ليه ما فيش القوس ده وواحد بيقف هنا وهنا 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 وكده؟ ليه؟ القوس ده معمول عشان المعادلة، عشان العدل في المنافسة. يعني لو واحد واقف هنا هيبقى اقرب للكوره، بص المسافه قد ايه، صغيره جدا، بص صغيره قوي. طب لو واحد واقف هنا المسافه كبرت، طب لو واحد واقف هنا المسافه كبرت. لا لو انت بقى كله على القوس ده هتلاقي كله بيبعد عن الكرة 9 متر و15 سنتي، اللي هم قد ايه؟ اللي هم ال10 يارد، اكن بلعب ركله حر، فكله هيبقى متساوي. تمام. طيب المرمى نفسه بقى، المرمى اللي هو اللي الكرة اصلا بتتلعب كلها عشان المرمى ده بيبقى 7 متر 32 سنتي من العارضة، من حافة العارضة اللي جوه لحافة العارضة اللي جوه، مش اللي بره، ملناش دعوة باللي بره. بيبقى بالظبط 7 متر 32 سنتي، تماما بالظبط كده. 7 متر 32 سنتي اهو، هتلاقيه برضو نصا هنا. فين المرمى اهو، 7 متر 32 سنتي بالظبط. يبقى كده احنا خدنا في الملعب ده الطول اللي هو 45 ل90، ده العرض. الطول من 90 ل120. خدنا منطقة الجزاء زي ما بنقول عليها اللي هي منطقة ال18، اللي هي بتبقى 16 متر ونص، اللي هي منطقة ال18 18 ياردة. خدنا منطقة ال6 اللي هي 5 متر ونص. خدنا ركلة جزاء، نقطة ركلة جزاء بتتحدد ازاي؟ بتبقى 11 متر اهو برضو. وادي القوس اهو اللي هو 9 متر 15 سنتي، اللي هو ال10 ياردة. وخدنا قوس الراية الركنية اللي هو بيبقى متر، بيبقى متر معمول من هنا. طيب ناخد ايه تاني؟ اهو ده منطقة قوس الراية الركنية. تمام. طبعا قائم الراية الركنية دي اللي هي العلامات بتاعت اللي بتبقى الأربع علامات بتوع الراية الركنية، اللي هو اللي اسمه القائم. ما بيزيدش ارتفاعه عن متر ونص، يعني بيبقى متر ونص، وما يكونش له سن مدبب، حاجة حادة، حاجة لاصقة مثلا حد يجي يمسكه يعمله كده تلزق فيه. فده كله ممنوع طبعا، يعني لازم يكون متر ونص، وما يكونش عليه خطورة، ما يكونش فيه خطورة على أي لاعبين يعني.
طيب ادي المرمى اللي اتكلمنا عليها. نسينا نتكلم على طول العارضة. صحيح، من الارض للعارضة اللي داخل العارضة 2 متر 44 سم، العارضة لهنا. تمام. عندنا ايه تاني؟ هو بيقول لك انت اما تقيس هتقيس من جوه العلامات دي، عشان بيقول لك بتقيس من جوه. تمام. يعني لو العرض عندك بالشكل ده هتقيس من جوه من الناحية دي، ولو العرض عندك بالشكل ده هتقيس من جوه من الناحية دي. طيب في ايه تاني ما اتكلمناش عليه؟ ده هنا المرميان وقائمة المثبتين، لا دي احنا قلناها. تمام. في اي حاجة في المادة دي؟ لا كده خلاص، مفيش اي حاجة في المادة دي. يبقى احنا كده عرفنا ال- الملعب. الملعب اتكلمنا فيه ان ده هيكون من 45 ل90 اللي هو العرض، والطول هيكون من 90 ل120. منطقة الجزاء الاول الراية الركنية بيبقى متر، القوس ده بيبقى متر. تمام. منطقة الجزاء بتبقى 18 ياردة، اللي هي 16 متر و15، 16 متر وربع يعني، في الحدود دي بتبقى منطقة ال18. منطقة الستة اللي هي الصغيرة اللي بنقول عليها دي بتبقى 5 متر ونص، بتترسم من هنا لهنا ومن هنا لهنا 5 متر ونص، نفس المسافة. برضو منطقة 18 بتترسم من هنا لهنا 16 ونص، ومن هنا لهنا 16 ونص، ومن القائم برضو لهنا 16 ونص، وبنطلع بيهم ونعمل خط ايه. طبعا خدنا نقطة الجزاء. نقطة الجزاء بتتحسب 11 متر من من خط المرمى للنقطة. بناخد 11 متر وإيه ونقيس من النقطة للقوس، يعني بنعمل كده ونجيب نص دايرة كده ونرسمها، بتبقى 15 متر، 9 متر و15 سنتي، اللي هم 10 يارد. خدنا منطقة برضو دايرة منتصف الملعب اللي هي برضو بتبقى 10 ياردة، اللي هي 9 متر و15، وبرضو بنرسم دايرة كاملة. بس دي بالنسبة لأول مادة في القانون. كده أول مادة في القانون خلصت من قانون كرة القدم. المادة التانية بيكلمك عن الكرة. الكرة بقى يعني هي مواصفات ايه، والمقاييس بتاعتها والقياسات. هل الكرة دي أي حد بيلعب بيها كده؟ أنا أي كرة تيجي مهوية شوية نلعب بيها، ناشفة شوية بتاع خلاص اهي اللي ماشية؟ لأ، ليها مواصفات ولها مواد بتتصنع منها عشان ما تجيش في وش لاعب مثلا لا قدر الله يحصل له حاجة، ما تكونش صلبة، ما فيهاش حتة معينة تقيلة من مكان تخبط لا قدر الله تيجي في وش واحد، او تيجي في بطنه، او تيجي في اي حتة خطر تعمل له حاجات مستديمة او حاجة. لا كل ده بيبص الحكم عليه. بالنسبة للمباراة اللي هي بتبقى فوق في الممتاز ب والممتاز، بيبقى في حكم رابع مسؤول عن الحاجات دي كلها وبيبص عليها. حاجات تانية هنتطرق ليها بس مع الوقت يعني. وإن شاء الله دي أول حلقة كده من قانون كرة القدم، وبإذن الله يوميا كده ننزل حلقة. ولو حد عنده سؤال أو أي حاجة هحط لكم رابط الفيسبوك بتاعي، تقدروا برضو تبعتوا عليه بدون انتماءات. يعني مش عايزين انتماءات في الموضوع، احنا بنفهم لنفسنا يعني، بدون الله أكبر الله أعظم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدون انتماءات. احنا هنحلل الحالة اللي هتيجي بناء على القانون. يعني قانون والله القانون بيقول 1 2 3، يبقى احنا نمشي مع القانون. القانون ده بقى فيه خطأ، مفيهوش خطأ، لأن القانون في الأول وفي الآخر هو بشر اللي بيحطوه. القانون في الأول وفي الآخر هو بشر، يعني اللي بيحطه هم بشر زينا. في حاجة ممكن تقع منهم، في حاجة بتقع منهم ويقولوا هنعدلها ويحصل لها تعديل. بيحصل ده كله، لأن في حالات ما بتجيش على يعني في الفكر ما بتجيش في دماغهم. زي حالة من ضمن الحالات ان طبعا احنا عارفين ان عقوبة خلع التيشيرت بعد الاحتفال بالهدف انذار بيتكتب للسلوك غير الرياضي. تمام. ما ينفعش انت كلاعب كورة تقلع التيشيرت، ده اسمه سلوك غير رياضي، فانا بديك كارت اصفر عشان انت خلعت التيشيرت. حدث حالة من تقريبا من فترة كده صغيرة، ان قبل ما الكرة تدخل راح اللاعب كان انفراد خالص، والجون كانت هي هجمة مرتدة للفريق، فخلاص مفيش حارس واقف في المرمى، فهو قبل ما يسجل الهدف راح خلع التيشيرت وعامل بايديه كده فرحة، وراح مسجل الهدف، بس خلع التيشيرت الاول. فطبعا في حاجات كتير وحاجات اتقالت بس اصبح ان الاي اف اي بي اللي هي اللجنة الرئيسية للتحكيم عالميا يعني. تمام. قالت ان احنا ننظر في المسألة دي وهنحط
يعني نحط مثلا ركلة حرة غير مباشرة معاها بعد كده او لا، او هتفضل زي ما هي. بس من ضمن الحالات اللي هم حالة جديدة ما حصلتش قبل كده، ما حدش قبل كده خلع التيشيرت واحتفل قبل ما يجيب الجول. إدارية بس اللي هو الكارت الأصفر. فهم هيبصوا فيها هل هيدوا بعد كده ركلة حرة مباشرة أو غير مباشرة مثلا على اللاعب ده عشان ما يعملهاش ولا لأ. فلسه ما تطرقوش لده يعني. فإن شاء الله دي أول حلقة، وإن شاء الله نستمر مع بعض كده بإذن الله. شكرا.